اللي يصير بهذا العالم مو طبيعي. احنا تخربنا من نهاية العالم او علامات الظهور، ظهور الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف. اللي جاي يصير مو طبيعي شباب، اللي جاي يصير بهاي الفترة مو طبيعي ابد، احداث جدا كثيرة. وانا بهاي الفيديو جاي احكي لكم على حدث فلسطين بغزة، زين، اللي انقصفوا واللي انقتلوا واللي ضحايا. تخيلوا بقصف واحد راح ضحايا 500 شخص، ما اعرف 1000 شخص بقصف واحد، زين، هيك بقصف واحد 1000 شخص يروح. والله ما ادري ايش اقول. من دولة اللي استحي اقول اسمه، طبعا شباب اللي استحي اقول اسمه، دولة اخرائيل، المفروض اسميه اخرائيل. المهم يعني شباب الى متى، يعني الى متى؟ ان شاء الله يا رب، بس دعاكم ان شاء الله راح ندعي انه ينصرون يتحررون. طبعا اللي ماتوا بالقصف شهداء، طبعا ان شاء الله مثواهم الجنة بإذن الله، لأن هم انقتلوا شهداء شباب، فانقتلوا غدر، فهم يروحون للجنة قبل بدون لا حساب لا كتاب. خطة المليار الذهبي، قاعدين يطبقون خطة المليار الذهبي بالضبط، زين، خطة المليار الذهبي. هسه تقولون شنو انت تشبيك، انت غبي يا خطة المليار الذهبي يا ما اعرف. خطة المليار الذهبي شباب يعني اللي يصير مو طبيعي، اللي يصير بقصف واحد يروح 1000 شهيد بقصف واحد، زين، فما بالكم لو صار قصفين لا سامح الله 3 قصفات، زين، قصف واحد 1000 شخص، زين، هذا مو خطة مليار ذهبي؟ ما عدا الحروب اللي يصير بيننا بين الدول العربية، زين، ما عدا القتلات بالوطن، يعني بالوطن مالتنا بالعراق، قتلات وجرائم وسرقات وكل شيء، زين، كل شيء يعني، زين، ما عدا بيناتنا. اجتي دخلت الدول الأوروبية دخلت قالت خلاص خطة المليار ذهبي قاموا يطبقونه، زين، ما عدا شو اسمه الإبر، اللقاح اللي قاعدين يضربون، زين، للطلاب، اكو بعض الطلاب بعض المدارس يضربونهم لقاح غصب، هذا اللقاح بتسمم، زين، يموت الطلاب، تخيلوا، زين، فانتبهوا اي واحد ياخذ هذا اللقاح قبل الى رحمة الله. ويجون يقولوا له شنو خطة المليار ذهبي. اكو بعض الناس يعني اتكلم وياهم يقولون شنو، لا عمي هذا كله كلاوات. شنو كلاوات عمي؟ الإبرة، الشهداء لك. المشكلة مو هنا، المشكلة انه الدول الأوروبية مسيطرة علينا، احنا دول العربية ولا يهمهم شيء، ولا نهمهم، زين، ولا نهمهم، يعني هم بالهم ماكو دول شو اسمه عربية. لو بيدهم هسه يمحونا من 60 سنة، قبل 60 سنة يمحونا كل الدول العربية، زين، يعني تخيلوا هم مسيطرين علينا، زين، واحنا الدول العربية قاعدين يعني نتحد ويا بعض ولا نعرفهم لا يعرفونا، اثنين ما نعرف بعض، لا نعرف الدول الأوروبية ولا يعرفونا الدول العربية، زين. والمشكلة الأكبر إنهم هم عندهم جميع الأشياء، عندهم أسلحتهم كلهم فول، زين، فلوس، وعندهم الكون كله، المهم الكون كله، زين، واحنا عندنا نصهم، ربعهم عندنا، زين، احنا دول عربية عندنا ربعهم. تخيلوا يعني شلون نواجههم بالله عليكم، شلون نواجههم، زين. فلسطين قضية ما عندهم مفلسين، زين، وقاعدين يواجهون إسرائيل اللي عندهم جميع الأسلحة وجميع الأشياء، زين. المشكلة أكبر هنا شباب، شلون نواجههم؟ والمشكلة اليوم 200 مرة قلت من المشكلة. المهم المشكلة انه اليوتيوب التيك توك ينطيك حظر اذا تحكي على فلسطين او تغلط على اسرائيل، ينطيك حظر، وما حد ما يقدر يطلع يحكي. مشاهير عرب من فلسطين، حتى من فلسطين موجودين، ما يقدرون يطلعون، ما عندهم الجرأة انهم يطلعون يتكلمون على هذا الشيء، زين. ليش؟ لان هم التيك توك واليوتيوب اذا تتكلم على هذا الشيء قبل حاضر، زين، حظر من الاساس الفيديو راكل حظر، واحتمال حسابك راح يتضرر. بس انا لا، خلي يتضرر 200 مرة 1000 مرة عادي. تحية لفلسطين، وان شاء الله قريبا ينتصرون. مع السلامة. وبس يعني شباب، الى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. يعني شو نقول؟ ان شاء الله يا رب ينصرهم، ان شاء الله ينصرهم. هم اللي ماتوا منصورين، هم اللي ماتوا بالجنة، مثواهم في الجنة بإذن الله، لأن هم شهداء انقتلوا غدر، فمثواهم الجنة. وإن شاء الله البقية اللي عايشين إن شاء الله ينتصرون ويقتلون ويمحون هذا دولة الإخرائيل اللي أستحي أصلا أقوله، زين، فأقولها إخرائيل. عادي أكل بنت
عادي اكل باند. اوكي هاي الفيديو ادري راح ياكل باند وراح ياكل حقوق الطبع والنشر لان قلت بيه اشياء سلبية وهاي عادي ما يهمني. اهم شي اليوم الفيديو مالتنا ان شاء الله ينتصرون ودعاكم يا رب. انت بس دعاكم، انت يهمكم بس دعاء يا رب. مع السلامة.